هلا، شلونكم؟ شخباركم؟ الكل طلب من عندي طريقتي الكليتشة مالتي، يقولون عليها طيبة. هسه راح انطيكم المقادير وتدللون من بطن عيني. هنا أنا مسوية 12 جلاس، المقدار اللي أنا عاجنته، بس أنا راح انطيكم أقل المقدار، وأنتوا أكيد كل ما تزيدون كل المواد. أهم شي إنه نفس الجلاس نستخدم بكل المقادير. زيت ما أستعمل يا أما دهن أو زبد. نجي على المقادير ل4 جلاصات طحين أخلي جلاص ونص دهن. هنا استخدمت أني دهن جنى وزبد، هاي أول مرة استعمل زبد. أني دائما بس الدهن مال الجنى أو دهن زير. المهم 4 جلاصات طحين، جلاص ونص دهن، ظرف بيكنج باودر، ظرف فانيلا، رشة قليلة من الخمرة، 3 خواشيك شكر، خاشوقتين حليب باودر، وخاشوقة أكل متروسة هيل. الإضافات اللي تحبون تضيفوها حبة سودا بكيفكم، الهيل تقللون أو تزيدون بكيفكم. تمام. نجي هنا نخلي الدهن ونبدي نجانس الطحين ويا الدهن إلى أن يتحول يصير مثل الرمل. من يتحول مثل الرمل أني أخلي على 4 جلاصات نص باكيت قشطة KDD، هذا الصغير أبو 500، وبيضاية صغيرة، وهمين ألامسها كل زين وأعجنها بمي دافي. لل4 جلاصات طحين التركي اللي أنا أستعمله أخلي نص جلاص مي دافي، تقريبا نص أو أزيد بشوية، مي دافي لا حار ولا بارد، واعجن بيها. والعجينة انتو تشوفوها انه صارت لمة طحين وصارت عجينة. املسها واقسمها شنق واخليها ترتاح شوية. تمام. نجي هسه على الحشوة مالتنا. اني استخدم جوز، سمسم، مبروشي، الحشوات المعروفة، والتمر والحلقوم. الجوز اللي بجوز والمبروش والسمسم اني اخلي عليهن رشة شكر وهيل. راح تقولون بس رشة شكر؟ اي. ليش؟ لانه اني ما استخدم شكر، اني استخدم حليب مكثف. الحليب المكثف عبارة عن العلبة اي نوعية ماكو مشكلة، اعجن بيها الحشوات. هسه راح تشوفون شلون. اول شي اطحن لب الجوز. طحن مو اسوي طحين، لا، اخلي بيها كبر حتى يبين طعمها من تاكلوها يصير طعمها طيب. من يصير كلش ناعم وكلش مطحون ما طيبة تصير. ورا ما اطحن وخلي رشة شكر ورشة هيل وشوية دارسين، يعني حسب الرغبة. اجي اعجنها بالحليب المكثف والسمسم والمبروش نفس الشي. راح يصير عندي مثل العجينة، واطيب هواية من الشكر يابس ومني يعني ما طيبة. انتو براحتكم طبعا وحسب ذوقكم. هنا أنا خبطتها اني بحليب المكثف وصارت عندي مثل عجينة كاملة. التمر والحلقوم نعرف كل زين. الحلقوم نجيبه باكيتات واقسمه، والتمر يفضل هو التمر العراقي، مو هاي العجينة اللي نازلة هسه، ترى طعمها ما طيب، وهم يرجع بكيفكم. التمر افلسه واسهيه بزبد او دهن، واضيف له همين بكيفكم انتو شو تريدون تضيفوا له. انا احط له شويه فانيلا وهيل شويه، ومرات اخلي همين حبه سودا. ونبني نعجن بيها، العفو يعني نبدي نحشيها ها هي بعد، ونسويها بقوالب مثل ما تريدون. اني ما استخدم دهن بالقوالب يعني مال فرن، العفو، اخلي ورق زبدة استخدم لانه هي اصلا بيها دهن. قبل الشوي ادهن الوجه مال الكليتشة ببيض، اخفق بيضاية خفقة زينة واخلي عليها شوية فانيلا بس، كل شي ما اضيف اضافات، وادهنها وادخلها الفرن وشغل الفوق والجوا واراقبها وبس. وهاي كليتشتي وتدللون والف عافية. والعيد ما يحلى بدون الكليتشة العراقية واستكان شاي مهيل. شنو تريدون من وصفات تدللون، وإن شاء الله ما أقصر وياكم. انتظروني بوصفات جديدة، وكل عام وأنتم بألف خير. عساكم من العوادة.